يوم 14/9 المكسيك طلعت بأكبر خبر غريب ممكن تسمعه في حياتك. لقوا جثث كائنات فضائية متحنطة، وأغرب ما في الموضوع إن هم لما كشفوا عن الكائنات ديت لقوا إن 30% من الدي إن إيه مش معروف أصلا لينا كبشر. وعلشان أسهل لك الموضوع، تخيل إن الدي إن إيه بتاعك هو عبارة عن مخطط، كتاب فيه كل الصفات بتاعتك، لون شعرك، الطول بتاعك. يبقى الكتاب بتاعك عبارة عن لغة متكونة من 4 حروف. وعلشان كده الكائنات الحية اللي على كوكب الأرض مهما اختلف الدي إن إيه بتاعها فهو معروف بالنسبة لنا لأنها نفس اللغة. نيجي بقى للكائن الفضائي. لما كشفنا عن الدي ان ايه بتاعه لقينا ان 30% من الكتاب بتاعه او 30% من الحمض النووي مكتوب بمركبات كيميائيه مش عارفينها. هل ده معناه انه مش مكتوب على كوكب الارض، او بمعنى اصح ان الكائن ده ما اتخلقش على كوكب الارض؟ وهحاول اجيب لك اجابه او تفسير علمي للسؤال دوت في الفيديو الجاي. سلام.